على كل ينضم إلينا مباشرة الإعلامي السوداني سيف بركة الناشط في الفضائية الخرطوم. أهلا بك معنا إن كنت في الاستماع. مرحبا بكم في تلفزيون الجزائر الأشقاء الجزائريين، ونحن سعداء جدا أن نكون معكم على الهواء مباشرة، وتحية عبركم كل الشعب الجزائري، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذه الحلقة على الهواء مباشرة من السودان. شكرا لك كابتن سيف بركة. يعني بداية أنتم تعلمون جيدا خصم اتحاد الجزائر تي بي مازامبي سبق وأن واجه المريخ السوداني والهلال السوداني في أكثر من مناسبة. يعني أنتم كإعلاميون هناك في السودان ورياضيون، يعني كيف تنظرون إلى موقعة النهائي وحظوظ اتحاد الجزائر من أجل التتويج بهذا اللقب؟ والله طبعا أنا أعتقد هو مازيمبي ليس بالخصم السهل كما أنتم تعرفون، هو خصم شرس جدا من خلال المستويات الكبيرة اللي قدمها مؤخرا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. لكن إذا نظرنا إلى مازيمبي في هذا الموسم، أداؤه كان على نسق تصاعدي منذ بداية المنافسة حتى أواخر المنافسة. مستوى تيبي مازيمبي في تصاعد كبير جدا. لكن إذا نظرنا أيضا لاتحاد العاصمة، الاتحاد العاصمة الجزائري يقدم مستويات أكثر من رائعة في هذا السيزون على مستوى دوري أبطال إفريقيا، مستويات أكثر من رائعة، أداء مميز جدا سواء كان في الجزائر أو خارج الجزائر. والدليل على ذلك أنه فريق حصد 15 نقطة، رقم قياسي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا صحبة الترجي الرياضي التونسي عام 99، وبالتالي وصول للمرة الثانية لنصف النهائي ولأول مرة متواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. كنا نأمل أن الفريق يخرج بنتيجة إيجابية، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. المدرب الجزائري، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، الأمور كانت صعبة ومعقدة للغاية. لكن مباراة الغد يمكن التصريحات الإيجابية اللي جاءت للمدرب حمدي ميلود رفع الروح المعنوية، لم يرمي المنديل بعد، يقاتل حتى الرمق الأخير. هذه هي الشيمة الكبار، ونعتقد الفريق الجزائري قادر على العودة على الرغم من المباراة هي نعم صعبة سيف ومعقدة للغاية، لكنها ليست مستحيلة. نعم سيف، بخصوص يعني الأجواء التي تسبق المباراة، يعني سبق لكم أن عشتم هذه الظروف في تي بي مازامبي ببعض المضايقات، يعني خاصة بحسب الأنباء الواردة أنه يعني عملية سرقة وقعت للاعبي اتحاد الجزائر وبعض الاعتداءات من هنا وهناك. هل تعتقد بأنه مثل هذه الأمور تؤثر بطريقة أو بأخرى على مردود اللاعبين أو شيء من هذا القبيل؟ اكيد هذه الامور تؤثر كثيرا جدا، وهذا هو التيبي مازيمبي. يعني يمكن هذه الاشياء تكررت كثيرا جدا مع المريخ في مسابقه دوري ابطال افريقيا في الدور نصف النهائي، عندما خسر الفريق في الخرطوم بهدف لهدفين. وجدنا اشياء كثيره جدا وغريبه، حتى المريخ يعني استخدم حرس خاص في هذه المباراه. هذه الاشياء يعني يمكن تؤثر على تركيز اللاعبين بطريقه او باخرى. شفنا ايضا المغرب التطواني عانى كثيرا جدا من افعال تيبي مازيمبي خارج المباراه، وهذا لا يمد بصله بالروح الرياضيه الكبيره. ونحن نعم نعرف سيف. انه مسابقه دوري ابطال افريقيا هي امجد الكؤوس الافريقيه، لذلك يجب على الاتحاد الافريقي ان يقف مع مثل هكذا اشياء نعم سيف. خارج الميدان، وهذا سلوك غير رياضي على الاطلاق. نعم سيف، بخصوص يعني مستقبل غارزيتو مع العارضة الفنية للمريخ السوداني، سمعنا بعض الأنباء أنه يعني قرب فسخ عقد المدرب غارزيتو مع إدارة المريخ السوداني، وكذلك سمعنا أنه إدارة المريخ تنوي التعاقد مع خير الدين مضوي، لكن اليوم خير الدين مضوي قرر فسخ عقده مع وفاق سطيف والانتقال إلى الوحدة السعودي. كيف تلقيتم هذه الأنباء؟ نعم اكيد، يمكن الان المريخ طبعا بعد استقاله السيد جمال الوالي رئيس مجلس اداره نادي المريخ تركت فراغا اداريا كبير. يعني شفنا تعيين مجلس اداره يسير العمل حتى لمده 3 أشهر لحين اجراء عمليه الانتخابات، وهذا ما ترك فراغا كبيرا جدا في الفريق. الان الالتزامات الماليه حول اللاعبين المحليين وعلى اللاعبين المحترفين. حتى غارزيتو عندما يعني تحدث معه الاعلام هنا عن اللاعبين الذين سيقوم بانتدابهم للفريق، قال انا لم اوقع عقدا مع المريخ، عقدا جديدا، ولم اتوصل معهم للاتفاق، والامور اصبحت الان صعبه جدا في المريخ، خاصه لم يتاكد بقاء اللاعبين المحترفين ولا حتى على مستوى الاداره، لانه غارزيتو قام بعمل رائع جدا على المستوى الافريقي وعمل نقله كبيره جدا في فريق المريخ في هذا السيزون. نعم. توقيع خير الدين مضوي العقد مع نادي الوحده يمكن كان خيار بالنسبه لاداره مجلس اداره نادي المريخ، لكن حتى لم تتضح الرؤيه بصوره كبيره جدا. نعم سيف. سيبقي مجلس المريخ الابقاء على غارزيتو ام ستكون هناك وجهه اخرى؟
على كل سيف بركة الإعلامي بالفضائية السودانية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وسلام إلى أشقائنا بالسودان.